عايزين نعمل تصريح يبقى عامل زي تصريح دخول مراسي او تصريح السفر كده، يبقى اسمه تصريح ان انت ممكن تقول رايك، ونمشي بمبدا سحب التصريح ده. لان في ناس كده دايما وانا بكلمهم بحس ان فكره التعبير عن الراي دي مش صالحه لكل الناس. هقول لك بقى على كام علامه كده تميز بيها الناس دي. اولا كده وانت بتكلمه هتحس ان هو بيفكر بفخدته مش بمخه، يعني كلامه ده هتلاقيه كلام فخاد. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك معرفش، انت هتحس بيه وانت في نص كلامك معاه بيبقى نفسك تقول له هات تصريحك يا حيوان، انت ما بتقولش رايك. هتلاقي نفسك دايما بتعيد وتزيد في نفس النقطه معاه، مش عشان هو مش فاهمك، لانه اصلا مش سامعك، هو عنده نقطه نفسه يثبتها، مش مهم بقى انت بتقول ايه. واصلا وانت بتتكلم بيبقى بيحضر الرد. هقول لك الكلمه المميزه ليه، اول ما تخلص كلام ايا كان اللي بتقوله هيقول لك خلصت، ويبدا هو يتكلم، اعرف وقتها ان هو ما سمعكش. فلما يقول لك خلصت قول له لا ما خلصتش يا ابن الكلب واسحب التصريح منه. الناس دي بتصحى من النوم عندها راي في كل حاجه. يعني شوف انت بتصحى عندك مثلا فطار عايز تفطر، لا هو بيصحى عنده راي ولازم يقوله. هو محور الكون وعنده قناعه ان رايه هينظم حياه الناس البشريه، ودايما بيظهر في الوقت الغلط. بتقابله الصبح وانت في الاسانسير، بتقابله في بدايه يومك، بعد تمرينه في الجيم انت طالع مش شايف قدامك. فن اختيار التوقيت ده ما عداش عليه، مش موجود، ودايما هتلاقيه بيعدل عليك ايا كان اللي بتعمله. تاني نوع انا شايف ان احنا ما نصرحلوش يعبر عن رايه هو الناس الحشريه. الناس دي دايما عندها فضول قاتل بخصوص حاجات مش هتفرق في حياتهم خالص. يعني تقدر تقول لي جارك اللي في الثالث هيفرق معاه ايه نتيجه ابنك اللي في ثانويه عامه؟ ولا بنت خالتك هيفرق لها انت حامل ولا اتجوزتي ولا اتخطبتي؟ هتكون ايه جايبه لك هديه ومستنيه مناسبه تديها لك فيها؟ هي مالها؟ فالناس دي برضو يتسحب منها تصريح التعبير عن الراي. ودايما تلاقي الكلمه المميزه ليهم بتبدا بمش ناوي، مش ناوي تتجوز، مش ناوي تخلف، مش ناوي تسافر. هو جاي يقترح عليك انت مش ناوي تعمل حاجه، فاول ما يقول لك مش ناوي قول له لا وامشي. ثالث ناس نسحب منهم تصريح التعبير عن الراي هو الناس اللي مش بتتقبل يبقى في راي غير رايهم. لو قابلت حد من الناس دي اعمل في نفسك معروف ووافقهم على اي حاجه بيقولوها وريح دماغك، حتى لو مش ناوي تعملها. اوعى تحسسه ان انت ضد اي تصرف هو بيعمله او اي راي هو بيقوله، لانه لو حس بكده هيتخانق معاك وممكن يشتمك. هو مش هيسيبك لحد ما تحلف له ان هو كان صح ورايك ده كان زله لسان، وتقعد 20 سنه تجلد نفسك على رايك الغبي اللي انت قلته له. الكلمه المميزه للناس دي خصوصا في البنات انا مش غلطانه. في بدايه اي نقاش احنا مش بنتناقش، احنا بنقول انا مش غلطانه وبعدين نبدا نشوف ايه الموضوع. فانت اول ما تسمع انا مش غلطانه قول لها ايوه انت مش غلطانه السلام عليكم اهرب. النوع بقى الاخير من الناس اللي المفروض يتمنع يقول رايه هي الناس اللي بتشوف غيرها وناسيه نفسها. مثلا اللي يدخل ينصحك في حاجه على الفيسبوك بخصوص الدين يعني، وتفتح بروفايل وتلاقيه مشير رقصات شرقي وفيديوهات رقص. مره فتحت بروفايل واحد من الناس اللي دخلوا ينتقدوا واحده عشان قصتها باينه في الحجاب، لقيته عامل فولو لبيج اسمها بالحرف شاهد هيفاء وهبي بدون مكياج عجيب والياء كتير قوي، وعمل لايكات للبوستات اللي فيها مع انها مش صوره هيفاء. فالناس دي بالنسبه لي مش منافقه، لا يعني هو الناس دي بالنسبه لي شباشب. ومن اكتر الاكسبريشنز اللي الشباشب دي بتستعملها مثلا جمله زي الو انت ما بتتصلش بيا ليه، رغم ان هو كمان ما بيكلمكش. فلو قال لك كده قول له عشان ما بحبكش، عشان انت زفت، هات يلا تصريحك، يلا انت ما بتقولش رايك، يلا انت تسكت. فالناس دي كلها احنا نلمها ونعمل نقابه اسمها نقابه اللي ممكن يقولوا رايهم ونسحب منهم تصريحاتهم.